ليه ما ينفعش تمسح حملاتك الإعلانية حتى لو فاشلة؟ قبل ما تبدأ الفيديو سيب كل اللي في ايدك واسمعني كويس، لأن الجملة اللي هقولها دلوقتي لو فهمتها ممكن تغير لك أداء حسابك الإعلاني بالكامل. اوعى تمسح أي حملة إعلانية من حسابك حتى لو كانت أفشل حملة عملتها في حياتك. ليه الكلام ده؟ تعال أقول لك من الآخر. لأن حسابك الإعلاني عبارة عن عقل بيتعلم، وكل حملة انت عملتها قبل كده وشايف انها فاشلة هي جزء من عملية التعلم دي. بص يا صديقي، لازم تفهم حاجة مهمة جدا. الفيسبوك مش مكان بنستهدف فيه ونرمي الاعلان وخلاص. فيسبوك دلوقتي بقى بيشتغل بالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، وده معناه ان كل حملة بتعملها بتسيب اشارة في الاعلان بتاعك. الاشارة دي بتقول للمنصة مين اللي بيشتري، مين اللي بيتفاعل، مين اللي بيسيب رسالة، مين اللي بيعمل اد تو كارت، مين اللي بيشوف الاعلان ويمشي، مين اللي بيضغط، ومين اللي بيتجاهل الاعلان بتاعك. يعني بمعنى اصح، الحمله الفاشله بالنسبه لك الفيسبوك شايفها داتا. ودلوقتي خليني ادخلك في اعمق نقطه. الفيسبوك بقى بيعتمد بشكل اساسي على الليرنينج هيستوري. يعني كل حمله جديده بتعملها الفيسبوك ما بيبداش من الصفر، هو بيشوف حملاتك القديمه ويعمل اوبتمايزيشن بناء على سلوك الناس اللي اتفعلت قبل كده، وبناء على كل الاشارات اللي الحساب جمعها. فلو حذفت حمله قديمه، الحمله الجديده بدل ما تبدا من 60% هتبدا من 0%. وده سبب بيخلي ناس كتير بتشتكي، انا بعمل اعلان جديد ومش بيجيب نتيجه. ما انت كل شويه بتمسح وتبدا من الاول. اديك مثال بسيط. تخيل ان انت فتحت محل جديد، وبعد اول اسبوع 1000 شخص عدى على المحل، 900 اتفرجوا و100 اشتروا. ال 900 اللي ما اشتروش دول هيفيدوك. ليه؟ لانك عرفت شكل جمهورك واعمارهم واوقات زيارتهم للمحل وسلوكهم. فالمفروض ان انت تعمل ايه؟ تحلل وتطور. ده نفس اللي بيحصل في الاعلانات. لما حمله تفشل وتتحذف كانك بتحذف تاريخ مدير الاعلانات كله. وطبعا المشكله الاكبر ان انت بتكرر نفس الاعلان ومستني نتيجه مختلفه. خليني اقول لك حاجه علميه الناس مش واخده بالها منها. الفيسبوك بيبني ما يعرف الاكونت ليرنينج موديل، وده بيتاثر بكل اعلان وحمله واودينس، سي بي او، اي بي او، حتى التعليقات، حتى الناس اللي ضغطت وما كملتش. الحمله الجديده بتشوف سلوك الجمهور القديم، فلو انت لغيت الحملات القديمه الحمله الجديده بتبقى زي حد اعمى، بتاخد وقت اكبر وبتصرف اكتر، وعشان كده سعر الرساله بيغلى. دي بقى نقطه مهمه جدا، ان الفيسبوك بيتعلم مين اللي نجح ومين اللي فشل. الاثنين بيفيدوه والاثنين بيساعدوه على تحسين اداء حملاتك الجايه. يبقى ليه الفيسبوك بيكره اللي بيحذف الحملات؟ لانه ما بيبقاش في ليرنينج هيستوري، فبالتالي الفيسبوك بيبدا التجربه من الاول في كل اعلان هو بيعمله، وبالتالي النتائج في الحملات الجايه بتقل. طب ايه البديل؟ ازاي تتعامل مع حمله فاشله من غير ما تحذفها؟ بص يا صديقي، سيب الحمله موجوده واقفلها، بس اعمل دبليكيت، غير الكرييتيف، غير الصوره او الفيديو، غير البرايمري تكست، سيب الاستهداف واسع وارفع المحتوى مش الميزانيه، وسيب الفيسبوك يختبر اودينس جديد فوق القديم. انت كده مش بس بتحافظ على الهيستوري، انت كده بتضيف عليه لاير جديده، وده اللي بيخلي الحساب بتاعك يقوى مع الوقت بدل ما يضعف. طب هل في اوقات نقدر نحذف فيها حملات؟ طبعا في، بس اوقات محدده جدا. لو الحمله فيها مشكله تقنيه، لو فيها اودينس غلط تماما، لو فيها ايرور، لو فيها سياسه ما اتطبقتش. اي حاجه غير كده سيبها ما تحذفهاش. يبقى انت لو عايز نتائج قويه ورسائل ارخص والحساب بتاعك يبقى ثابت، سيب الحملات القديمه ما تقربش منها. اللي فاهم الفيسبوك صح يعرف اللي بيوصل للسيلز مش اللي بيعمل اعلان جامد، انما اللي بيبني حساب اعلاني قوي. حساب قوي يساوي تاريخ محفوظ زائد اشارات زائد حملات كتير حتى لو فاشله. ففي النهايه عايز اقول لك ان المنصه مش بتتعلم من نجاحاتك بس، لا بتتعلم من الحملات الفاشله كمان. فبلاش ترمي تاريخ حسابك في الزباله وتبقى كل شويه تبدا من الصفر. سيب الحملات وابني فوقها، وساعتها هتشوف نتائج عمرك ما شفتها.